وبعد وفاة مؤسس الدولة إدريس بن عبد الله، تولى الحكم مولاه راشد، وبات وصيا على ابنه إدريس الثاني الذي كان جنينا في بطن أمه. وبعدها قتل راشد أيضا في ظروف غامضة، ليتكفل بالطفل إدريس أحد شيوخ الأمازيغ، ويدعى أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. ولما كبر إدريس استقل بالحكم بنفسه في سنة 192 للهجرة 808 للميلاد، ووصلت الدولة إلى قمتها في عهده، وحكم بعده 8 من الأدارسة. وهذا ما يقود إلى سرد مراحل قوة وضعف الدولة الإدريسية وسيرة حكامها، حيث دخلت الدولة الإدريسية بعد وفاة إدريس الأول بطور الهيكلة والتنظيم، وهي حقبة تقترن بعهد إدريس الثاني الذي دعم الدولة الناشئة باستحداث عدد من البنيات والمؤسسات. ورغم أن الفضل ببناء مدينة فاس يعود لوالده، إلا أنه من طورها واتخذها عاصمة، كما أقر بعض النظم الإسلامية كالوزارة والكتابة والقضاء والإمامة، مع تجريد العاصمة الجديدة من تأثير العصبيات والطابع القبلي، عبر فتح العاصمة أمام الوافدين من القيروان والأندلس. وجراء التركيب السكاني الجديد ازدهرت حضارة جديدة جعلت فاس حاضرة إشعاع ثقافي وعلمي وديني، ونمت رقعة الدولة الإدريسية حتى باتت أهم كيان سياسي بالمغرب الأقصى. ومع وفاة إدريس الثاني عام 828 ترك وراءه كثيرا من الأولاد الكبار والصغار، فتولى خلافته أكبر أبنائه محمد الذي اعتبر المملكة إرثا تركه والده ولابد من توزيعه على الورثة. وبالتالي تحولت المملكة إلى ولايات عدة ترتبط بسلطة مركزية ضعيفة، ومنها تحولت إلى إمارات إقليمية تنزع بطبيعتها إلى الاستقلال الذاتي، فثار الإخوة بعضهم على بعض، ودخلت الإمارات والولايات بحروب ونزاعات. ورغم عدم إجماع مصادر التاريخ على أسباب النزاعات، إلا أن كثيرا منها تحدثت حول غضب بعض الأمراء من أخيهم محمد بعد أن سحب من الولاة رخصة سك النقود، وهو قرار واجهه بالتمرد شقيقه عيسى حاكم وزغور التي يوجد بها معدن مهم هو الفضة، فقرر قطع إمداد دار السكة بفاس بمعدن الفضة، فكانت شرارة الخلافات والشقاق. وهنا يبقى اللافت أن أهالي المغرب الواقعين تحت حكم الولاة لم يفكروا حتى بالقيام بأي ثورة على أي من أمراء الأدارسة، وحافظوا على نوع من الاستقرار السياسي داخل الإمارات الإدريسية المنتشرة بأنحاء المغرب. فلم تسجل ثورات للسكان ولا معارضة للقبائل، ما يرجعه مؤرخون إلى التقديس الذي حظيت به الأسرة في أعين المغاربة، خاصة وأن الأسرة تنتسب إلى آل البيت، كما أن الأدارسة حرصوا على الاندماج في المجتمع المغربي عن طريق المصاهرة والتطبع بأخلاق أهل البلاد، ما جعل السكان في مختلف الأقاليم لا يتعاملون معهم كأجانب ودخلاء، بل حتى وصل الأمر إلى رفعهم لمراتب كبيرة من الاحترام والتقديس. ويمكن القول إنه منذ ذلك الحين بات وضع الشرفاء في مستوى رفيع ومقدس كسلوك شعبي تحول إلى مبدأ سياسي ما زال متبعا لحد اليوم من المغاربة حيال حكامهم. وبالنظر إلى سيرة الأدارسة فيما بعد، يمكن ملاحظة العلاقة القائمة على الطاعة مقابل الوفرة في عهد علي بن محمد الذي سار بسيرة أبيه وجده، وكانت أيامه سلاما ورخاء.
ولم يختلف الأمر في عهد يحيى بن محمد الذي كثرت بأيامه العمارة بفاس، وتوافد إليها المهاجرون من جميع جهات الغرب الإسلامي، ما دعا إلى توسيع المدينة والبناء في كل أرجائها، حيث تم في عهده بناء المسجدين الشهيرين جامع الأندلس وجامع القرويين. ومع وصول يحيى الثاني للحكم حدثت أزمة كبرى بسبب سوء سيرته، إلا أن هذا لم يمنع استمرار التعامل مع العائلة الإدريسية بنوع من التقديس. ورغم قيام ثورة أشعلها عبد الرحمن الجذامي استولى بعدها على عدة قرى، إلا أن الاستقرار السياسي ظل الطابع المميز لمناطق حكم الأدارسة، حتى بعد موت يحيى واستيلاء صهره علي بن عمر على فاس وتولي الإمارة لم يختلف الحال كثيرا.